السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي وفيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله كده يكون الفيديو يعجبكم. واللي بيتفرج على الفيديو ما ينساش بعد الفيديو ياريت يحط لايك واشتراك ويكتب لي كومنت حلو يقول لي ايه رأيه في الفيديو. أنا هنا جبت أي مادة دهنية عندك، سمنة زيت زبدة، وسيحتها وحطيتها عليه الدقيق. وهاحمّر الدقيق كده شوية، هاخده كده تقليبتين في السمنة عشان بس اللون بتاعه وطعم الدقيق بتاعه وإيه، يعني ما يبقاش موجود. بس أنا يعني هاغمّق لونه بس شوية، مش هاحمّره معنى تحمير، هاغمّق لونه بس شوية. وبعد كده أهوّة هنحط عليه اللبن علشان نعمل بشاميل. وفي طريقة تانية أسهل، يعني هي الطريقة ديّة صعبة بصراحة يعني، بس بيبقى طعمها حلو. بس الطريقة التانية أسهل، إن أنتِ بقى تجيبي اللبن الأول وتحطيه في الحلة اللي هتعملي فيها البشاميل وتغليه، وأول ما يقرّب وأول ما يتغلي تكوني أنتِ مدوّبة كمية الدقيق اللي أنتِ عايزاها في شوية مَيّة، وتحطيهم على اللبن بعد ما اللبن يغلي وتقلّبيه. دي طريقة سهلة وما بيكلكعش فيها الدقيق، وبتبقى أسهل من دي، لكن دي الطريقة الصعبة. وهنا كمان وأنتِ بتحمّري الدقيق لازم كمية السمنة أو الزيت اللي أنتِ بتحطيها لازم تبقى كويسة، علشان الدقيق يتحمّر كويس. يعني أنا لمّا جيت أحمّر لقيت الكمية مش كتيرة، فحطيت شوية زيت تانيين. فطبعًا أنتِ عندِك كده طريقتين، أنا جرّبت الطريقتين، واحدة سهلة وواحدة صعبة، بس الصعبة طعمها بتبقى أحلى بصراحة، اللي هي ديّة. بس بصراحة ما باعملهاش كتير، لإن باقعد أقلّب كتير والدقيق بيقعد يكلكع، فما باعملهاش كتير يعني. التركة بقى الحلوة إيه بقى، اللي أنتِ تحطّي رشة الكزبرة دي. يعني بعد أمّا الدقيق بيتحمّر تروحي حاطة اللبن وحاطة رشة كزبرة ناشفة مطحونة، بتخلّي بقى الطعم جميل أوي، وتكتّري الفلفل الأسود وتحطّي الملح، بيبقى كده حاجتِك كلّها مضبوطة. هتقعدي بقى تقلّبي كتير، 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 كتير لغاية ما توصلي للسُمك اللي أنتِ عايزاه. إحنا كنا بنعمله، أنا جرّبت برضه البشاميل الخفيف والبشاميل التقيل. هنا أنا هاعمله بقى بشاميل تقيل، تقيل أوي بقى عشان عايزة طبقة كده بشاميل من على فوق الوش تبقى حلوة. أنا عملته هنا كده وسايباه يبرد شوية، وآدي هنا حطيته طبعًا حطيت المكرونة في الصينية، وحطيت معلقتين كده من البشاميل على المكرونة وقلّبتها فيهم علشان البشاميل يبقى واخد من كل المكرونة. وبعد كده سويت المكرونة وحطيت عليها طبقة بشاميل كتيرة سميكة كده علشان تبقى الطبقة حلوة أوي. بُصّوا بقى هنا قطّعتها كانت طعمها خرافة. وبُصّوا البشاميل اللي في المكرونة من كل حتّة، فوق وتحت وفي النُص ومن فوق بقى ادّتني التحميرة الحلوة ديّة. التحميرة دي أنا عملتها من غير بيض، يعني أنا ما حطيتش بيض خالص لا على البشاميل ولا على الصينية من فوق الوش. بس أنتِ لو الفرن بتاعِك فيه مروحة شغّليه، هيدّيكِ اللون الحلو ده وهيسوّي لِك الصواني كلّها اللي في الفرن، فطعمه حلو أوي. وقُلت بقى ما دام عملنا المكرونة بالبشاميل اللي إحنا بنحبها نعمل كمان حاجة نحلّي بيها. هنعمل إيه، فكّرت كده هنعمل إيه، حاجة سهلة كده وسريعة، مهلبية. فجِبت برضه كيسين مهلبية وحطيتهم على النار عشان يغلوا، وحطيت السكر عليهم بالمرّة علشان يسيح كده وهو بيغلي. وطبعًا هنا السكر حسب بقى ما أنتِ بتحبي. فقلّبت شوية وهاحط بقى هنا، وأنتِ بتقلّبي كده تكوني محضّرة طبق وتدوّبي فيه النشا بالكمية اللي أنتِ عايزاها. أنتِ هتشوفيني دلوقتي محضّرة طبق وفيه شوية مَيّة، وهاحط فيه النشا وهابدأ إن أنا أدوّبه. بس ما تحطيهوش على اللبن، أهو الطبق أهو، بس ما تحطيهوش على اللبن إلا لمّا اللبن يغلي. ليه؟ لإن أنتِ لو حطيتيه قبل ما اللبن يغلي هتقعدي تقلّبي كتير، لإن النشا هترقد تحت في الحلة وهتتحرق. فلازم على طول تقلّبيه، فعشان ما تقلّبيش كتير استني أمّا اللبن يغلي وبعد كده حُطّي النشا، عشان أول ما تحطيها يغلي على طول وتدّيكِ القوام اللي أنتِ عايزاه. وبعد ما بتحطيها تحطّي رشة فانيليا كده صغيّرة على المهلبية، تمام؟ طبعًا إحنا بنحاول نعمل بقى كل حاجة في البيت علشان الولاد ما ياكلوش حاجة من برّه. صدقيني يعني أكل الشارع ده يعني كُلّه بهدلة، لإن الناس بقى عندها قِلّة ضمير وبتعمله بقِلّة ضمير، إلا
من رحم ربي والله. أنا هاحكي لكم يعني على موقف حصل لي، يعني أنا كنت باشتري طماطم في السوق، فلقيت كده بياع يعني حاطط صندوق طماطم مفعصة وبايظة ومهرية كده، ودبان مالي الصندوق عليها، يعني واقف عليها دبان، كمية دبان فظيعة. فقلت أكيد ده هيرميه، يعني هو حاطه كده عشان يترمي. ايه اللي حصل بقى؟ لقيت راجل جاي ولابس كده بالطو من بتاع كشري، مكتوب عليه كشري واسم المحل طبعا، بس انا مش هقول طبعا اسماء محلات ولا اي حاجة ولا فين ولا الكلام ده. آه وخد منه الصندوق، اللي هو اللي بيشتغل في محل الكشري أخد من البياع الخضار الصندوق. هيعملوا طماطم هيعملوا صلصة، واللي فهمته منه ان هو بيتعامل معاه. فأنا قرفت جدا بصراحة، قرفت جدا. حاجة تانية بقى، يعني برضو كنت واقفة بشتري فول تدميس، فلقيت نوعية فول صغيرة وغامقة ووحشة جدا جدا جدا. راح قال لي البياع، قال لي بسأله ايه الفول الغريب ده، راح قال لي لا ده احنا بنطلعه عشان محلات الفول بتيجي تاخده لانه بيبقى رخيص. يعني اي حاجة رخيصة المحلات بتشتريه. وكنت شفت برضو على الفيسبوك فيديو لمكنة بتعصر برتقان علشان يعملوه عصاير برتقان مغلفة ومعلبة، اللي احنا بنشوفها دي جميلة وبندفع فيها الشيء الفلاني. عايزة اقول لكم قشر البرتقان نازل من المكنة، قشر برتقان بايظ، من كتر ما هو بايظ عليه العفن الابيض والاخضر اللي عليه ده. عارفة ما تسيبي برتقانة كده اسبوع ولا حاجة وتعفن وتبقى بايظة، هو ده. فيعني احنا بناكل وبنأكل ولادنا حاجات استغفر الله العظيم يا رب. يعني احنا اللي بنجيب لهم الامراض وبندفع لهم فلوس عشان الامراض تجيلهم. فحاولوا يا جماعة تقللوا الحاجات اللي انتوا بتشتروها من بره، حاولوا تعملوا كل حاجة في البيت. واحنا طبعا في دخلة مدارس والولاد هيروحوا المدرسة، فأمهات كتير بتكسل إن هي تعمل أكل لأولادها، فبتديهم فلوس يشتروا سندوتشات جاهزة، يشتروا أكل جاهز، يشتروا أو ممكن بتحضّر لهم بقى من بالليل شنطة بقى فيها شيبسي ودوريتوس وكيكة ومش عارف إيه، كوباية عصير من برّه، وتقول إن هي عملت اللي عليها وتكون دافعة دم قلبها في الحاجات دي. طبعًا هي مش عارفة إن هي بتدفع دم قلبها علشان ابنها يعيا. عشان كده يعني حاولوا تعملوا أكلات في البيت وتجهّزوها لأولادكم، حرام والله حرام فعلًا ندفع فلوس في أمراض ولادنا. حرام نشتري المرض بفلوس، حرام والله. فحاولوا تعملوا انتوا في البيت، يعني اتعلموا، يعني مجراش حاجة ما نقعد نتعلم شوية. فأقول لكم ايه بقى، يعني ربنا يعيننا يا رب لأن ما بقاش في حد عنده ضمير وهو بيعمل أكل للناس يعني، والله. فإلا من رحم ربي، يعني في ناس بسيطة جدا هي اللي بيبقى عندها ضمير وهي بتعمل أكل. ده كده أنا كنت برش رشة الفانيليا على المهلبية، لأن أنا كده وصلت للسمك اللي أنا عايزاه. أنا باحبها كده صيصة مش ماسكة أوي. وبكده يبقى أنا خلّصت المهلبية، هاستناها بس تبرد شوية، وبعد كده هافضّيها في الأطباق أهي. وبعد ما تبرد في الأطباق هابتدي أغطّيها وأحطها في التلاجة بقى، لمّا بتسقع بيبقى طعمها حلو. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.